بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، القائل سبحانه في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والصلاة والسلام على من أنزل عليه الفرقان والهادي إلى طريق الجنان، القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبدأ الكلام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم عندي سلام من فؤادي، كماء الغيث يسقي كل وادي. سلام لو رآه الناس يدنو، لمدوا نحوه كل الأيادي. ولكني أخص به ضيوفا هم الأقمار من بين العباد. سلام فاح في الآفاق مسكا يعطركم بأشواق الفؤاد. باسم القائمين على مؤسسة أئمة الهدى، نرحب بأصحاب الخير والفضل على المدى، ونرحب بالمشايخ الكرام، ونرحب بالإخوة المتسابقين. فأهلا ثم أهلا بأهل القرآن، أهل الله وخاصته. من هذا المقام أطوف في ميدان الشعر والكلام لأختار أجمل ألفاظ البيان، مرحبا بالضيوف الكرام. فهنا القوافي رحبت بقدومكم، والشعر أطرق وانحنى وترجلا، والصمت أنطق نفسه متفائلا، فروى الحنين سنابلا وبلابلا، والعطر رشرش في الدروب أريجه، فرحا فصافح ظله وتظللا، والشعر غرد والقوافي دندنت، والطير غنى والرنين تمايلا. أهلا وسهلا زائر الكرم الذي لمس النجوم وبالنجوم تخللا. أيها الأحبة، نتكرم الآن ونتشرف بدخول الإخوة المتسابقين نجوم حفلنا إلى ميدان التكريم، فمرحبا ثم مرحبا بأهل القرآن. نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي. فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، وهو الشفيع على الخلائق شاهد في موقف ينجي من الأهوال. علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا نجتمع وإياكم في هذا المكان المبارك، في هذا اليوم المبارك، لنرفع الهامات ونفرح الآباء والبنين بتكريم الأحبة المتميزين في مسابقة بلسان عربي مبين. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات بينات من كتاب رب الأرض والسماوات، يتلوها على مسامعنا الأخ المتسابق الأول على المسار الأول، الأخ أحمد الهرباوي، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جزا الله خيرا الأخ القارئ وكتب أجره، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، نترككم الآن مع كلمة ترحيبية للشيخ عثمان الدباس أبي عاصم نائب مدير المكتب القرآني، فليتقدم مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأكرم أرسله ربنا إلى العرب والعجم وجعل أمته خير الأمم وهدى به إلى الطريق الأقوم، صلى الله وسلم وبارك عليه وشرف وعظم. نور أطل على الدنا بجلاله، فتهيأوا للعيش تحت ظلاله، وتنافسوا في السبق جمعا علها، تحيا القلوب وترتوي بهطاله. سور المفصل قد أتى في فضلها خبر يميزها على أطواله، طوبى له من جد في تفسيرها وازدان ينهل من معين جماله. السادة الحضور، حفلنا الكريم طبتم وطاب ممشاكم. باسم مؤسسة أئمة الهدى، إدارة ومعلمين وطلاب ومشرفين، نثني ترحيبنا بكم ونجدد معكم أطيب الكلمات وأعذب العبارات، مردفين ذلك بخالص الدعوات لقاء تلبيتكم لهذه الدعوة الكريمة. الشعر أشرق وجهه وتهللا، وتراقصت لقدومكم رتب العلا، والشطر في إيوانه متبسم، والقهوة الصهباء دارت أولا، والقلب في نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا. يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا، ويأتي بعضه متمهلا يختار أفضل حلة
يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. نرحب بضيوفنا وتيجان رؤوسنا وعلى رأسهم مشايخنا وعلماؤنا. نرحب بالشيخ الفاضل عبد العزيز البكور، وفضيلة الشيخ الفاضل خالد الشمري، وفضيلة الشيخ الفاضل بسام الأحمد، ومن معهم من المشايخ الكرام الذين أسعدونا بحضورهم وإطلالتهم البهية. كما نرحب بالإخوة الأفاضل تيجان الرؤوس في دائرة الإفتاء والأوقاف والشؤون الدينية في أعزاز، المتمثلة بالشيخ الدكتور خالد كنو حفظه الله تعالى، فأهلا ومرحبا به وبمن معه من الإخوة. كما نرحب أيضا بالإخوة والسادة الأفاضل في مؤسسة جمعية أمة التربية الإيمانية المتمثلة بالشيخ محمد حمدوش ومن ينوب عنه في هذا الحفل الكريم المبارك. ونرحب أيضا بالإخوة الأفاضل من مؤسسة إتقان للتعليم والتنمية المتمثلة بالشيخ براء علي، فأهلا ومرحبا بهم. نرحب بكم جميعا أيها الحضور الكرام، كما نرحب بمن حضرنا من أكاديمية تشارك المتمثلة بالشيخ أبي مصعب حفظه الله تعالى، فأهلا ومرحبا. نرحب بكم جميعا أيها الحضور الكريم، آباء ومعلمين وطلاب ومتسابقين، حيا الله هذه الوجوه الطيبة براقة الأسارير فواحة الطيب كأفواه القوارير. نجتمع اليوم لنحتفي بثلة طيبة مباركة، بثلة من أهل القرآن ومن حملة القرآن ممن شاركوا معنا في هذه المسابقة، هذه المسابقة القرآنية الطيبة التي أطلقتها مؤسسة أئمة الهدى، التي شعارها تمكين الأمة في صناعة الأئمة، وذلك ضمن مسارين اثنين: مسار حفظ القرآن الكريم كاملا، ومسار حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم. ومع كلا المسارين أضيف إليهما حفظ تفسير سور المفصل، وسور المفصل يأتي ترتيبها من سورة الحجرات إلى سورة الناس. أيضا أضفنا إلى ذلك إعراب سور قصار المفصل، فتفاوتت وتناطحت الهمم حتى وصلت قمم السحاب مع ثلة من طلاب العلم الذين أقبلوا على كتاب الله تعالى ينهلون من معينه ويقرؤون تفسيره ليفوزوا ويتنافسوا للفوز بالسبق في رياض كتاب الله تعالى. وها نحن اليوم نحتفي بهؤلاء الطلاب ونكرمهم إن شاء الله تعالى أجل وأكرم تكريم، فأهلا ومرحبا بهم وبكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ أبا عاصم وبارك به ونفعنا وإياكم بما سمعنا. أيها الإخوة الأكارم، كلنا يخشى على نفسه من الفتنة والضلال، ويبحث عن معتصم يعتصم به في ظل تلاطم أمواج الفتن والانحلال، فمهما فتشنا ومحصنا فلن نجد معتصما خيرا من كتاب ربنا. فكتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء.
ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة، نستمع الآن إلى كلمة من شيخنا مدير مؤسسة أئمة الهدى الشيخ عمر عبد الباقي أبي النور، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، فبادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أثني مرحبا بكم جميعا مرة أخرى على لسان من تعب وسهر وخطط ونفذ وتعب، لسان إخوتي وأحبابي في مؤسسة أئمة الهدى خاصة، الكادر جميعا الذين وصلوا الليل بالنهار حتى نرى هذه الشمعات وهذه الورود وهذه الثمرات الطيبة التي يحبها الله ورسوله. فأقول لكم جميعا أيضا على لسانهم أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تلق إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. وحقيقة أيها الأخوة الكرام، هي كليمات بين أيديكم، فرحا بقدوم هؤلاء الثلة الطيبة من الأضياف الأكارم الذين شرفونا بحضورهم شخصا شخصا، فردا فردا. نقول لكم شرفتمونا بمجيئكم حقيقة، يعني يمنة ويسرى، أخمار عن يميني وشمالي، الله يجزيكم عنا كل خير، والشموس أمامي ما شاء الله تبارك الله، فجزاكم الله عنا كل خير. حقيقة يا الأخوة الكرام، أجمل فرحة نعيشها جميعا عندما يحكم شرع الله سبحانه وتعالى هذه البلاد، بل بلاد العالمين جميعا. هذه فرحتنا وهذا أملنا وهذا ما نعيش وسنموت عليه إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يثبتنا. لذلك أيها الأخوة الكرام، كان شعارنا في مؤسسة أئمة الهدى تمكين الأمة في صناعة الأئمة، تمكين الأمة في صناعة الأئمة. وأي إمام أعظم من حامل لكتاب الله عز وجل، من فاهم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما صنعنا وتعبنا في بناء هؤلاء الأئمة، عندها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذه الأمة. أيها الأخوة الكرام، قديما قالوا العلم مبلغ قوم ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوف من التلف. يا صاحب العلم مهل لا تدلسه بالموبقات، فما لي لعلم من خلفي. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. قال غيره: وإذا ارتوت البلاد بفيض علم، فعاجز أهلها يمسي قديرا. ورأس العلوم هو القرآن العظيم، هو كتاب الله عز وجل، هو دستورنا. ورأس العلوم هو كتاب الله عز وجل الذي به ينصرنا الله عز وجل. كلما أقبلنا على كتاب الله عز وجل كلما مكن لنا الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأخوة الكرام، هل إقبالنا على كتاب الله عز وجل هو فقط بحفظ كتاب الله عز وجل، وهو أمر عظيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل إقبالنا ونصرنا بكتاب الله عز وجل يكفي فيه فقط
أن نحفظ كتاب الله عز وجل وأن نردده، وهو أمر عظيم مبارك. لا أيها الأخوة الكرام، لا بد لنا وأن نعيش القرآن الكريم، وأن نكون كما قال صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. وكما قال عبد الله بن مسعود قال: قارئ القرآن وحافظ القرآن وحامل القرآن يجب أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبورعه إذا الناس يخلطون. هذا هو قارئ القرآن أيها الأخوة الكرام، بتواضعه إذا الناس مغرورون، هو شامة بين الناس. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. إذن أيها الأخوة الكرام، تدبر كتاب الله عز وجل، وأن نعيشه حقيقة، وأن نعيشه في كل زوايا حياتنا وفي كل مجالات حياتنا، هو الذي ينجينا في الدنيا والآخرة ويرفعنا في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الأخوة الكرام، شرعنا في هذه المسابقة المباركة، ولم نكتفي فقط بحفظ كتاب الله عز وجل، وإنما أضفنا له 5 أجزاء في التفسير، وقصارا مفصل في الإعراب، سعيا منا في فتح باب جديد أيها الأخوة الكرام لفهم كتاب الله عز وجل، ولتغيير مفهوم حلقات القرآن، والإقبال على القرآن، والعمل هنا في المحرر من فضل الله تعالى عمل عظيم جدا على كتاب الله عز وجل. ولكن يجب أن نفتح مجالات أخرى، فسعينا أن نفتح هذا الباب العظيم، وهو باب تدبر كتاب الله عز وجل تفسيرا وإعرابا، حتى يكون منهجا وطريقا ودستورا لنا جميعا. وقد قال الإمام تقي الدين: نفس اللغة العربية من الدين، نفس اللغة العربية من الدين، وتعلمها فرض واجب، وتعلمها فرض واجب. فإن فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الدين، وهو فرض واجب. ولا يتأتى فهم كتاب الله عز وجل ولا فهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الله سبحانه وتعالى شرف هذه اللغة وأنزل كتابه فيها: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول الأديب صادق الرافعي، يقول: ما ذلت لغة قوم إلا ذلوا، ما ذلت لغة قوم إلا ذلوا، ومن حطت إلا وكان أمرهم إلى زوال وذهاب. إذن أيها الأخوة الكرام، تعلم العلوم الشرعية أمر واجب، وتعلم آلة هذه العلوم وعلى رأسها اللغة العربية أيضا واجب كما قال أئمتنا. لذلك كان الإمام مالك بن أنس يقول: من تكلم بغير العربية أخرجناه من المسجد، من تكلم بغير العربية أخرجناه من المسجد. ولذلك قال قائلهم، أظن البيروني، قال مقولته الشهيرة، قال: لأن أشتم بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، لأن أشتم بالعربية أحب إلي من أن أشتم من أن أمدح بالفارسية. وهذا فضل عظيم لهذه اللغة العظيمة من عالم عظيم كبير، وهكذا يجب أن نكون أيها الأخوة الكرام. وهؤلاء النجوم الأقمار جزاهم الله عنا كل خير تعبوا معنا حقيقة على مدى 3 أشهر أو 4 أشهر بتمكين كتاب الله عز وجل. وكما تفضل الشيخ أبو عاصم جزاه الله عنا كل خير، مسابقتنا المسارين القرآن كاملا و15 جزءا، ولكن كلاهما فيه تفسير ال5 أجزاء الأخيرة، وفيه إعراب قصار المفصل. فتعب إخوتنا، ونسأل الله أن يجعلهم من أهله وخاصته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يهدي من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن نكون منهم وأن يكونوا أئمة
تتمكن بهم هذه الأمة، تمكين الأمة في صناعة الأمة. نسأل الله أن نكون جميعا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك أيها الأخوة الكرام، نحن حقيقة نفرح، وحق لنا أن نفرح، حق لنا أن نفرح أيها الأخوة الكرام بهذا التكريم وبهذا الإنجاز الذي نسأل الله أن نكون باكورة إنجازات لغيرنا من المؤسسات الكريمة. أيها الأخوة الكرام، هذه المنطقة مباركة بإذن الله تعالى، وفيها مؤسسات تحب الخير وتعمل له وتسهر عليه وتنفق عليه، وفيها من الأكارم والأفاضل ما لا يعد ولا يحصى. نسأل الله أن يجمع الجهود وأن يجمع الكلمة وأن يوحد القلوب وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد حتى تنتصر أمتنا، ولن ننتصر أيها الأخوة الكرام ونحن متفرقون أبدا أبدا. أيها الأخوة الكرام، وليس هناك شيء أعظم نجتمع عليه من كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يرفعنا بالقرآن وأن ينصرنا بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله، وجزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله بكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. الحفل أشرق والمكان أضاء، والقفر أصبح روضة غناء، وانساق مسعور القوافي بعدما حبس البيان وحير الشعراء. فاليوم تنطلق القصائد حرة تطري البنين وتمدح الآباء. هذا كتاب الله جمع بيننا وأقام فينا سنة غراء، وأعاد للدنيا مفاخر أمة كانت بعز كتابها شماء. ربوا على القرآن فتيان الهدى تجدوهم مستقبلا وضاء. والآن نستمع إلى وصلة إنشادية من الشيخ طارق غزال أبي زياد وكوكبة من طلاب مؤسسة أئمة الهدى، فليتفضلوا مشكورين مأجورين إن شاء الله. يا أمتي من يشعل القنديلا، من يجعل الدرب الصعيب ذلولا. يا أمتي من يشعل القنديلا، من يجعل الدرب الصعيب ذلولا. من يغرس الأقفار بعد فسائل، من يغرس الأقفار بعد فسائل، ويصوغ من ورد الرباء إكليلا. يا ترى يحنو على آبائنا، من يشرح التفصيل والتقسيم. من يا ترى يحنو على آبائنا، من يشرح التفصيل والتقسيم. من ذا يعلم أهلنا وصغارنا، من ذا يعلم أهلنا وصغارنا. من يضبط الأحكام والترتيب. يا أمتي يا أمتي يا أمتي من يشعل القنديلا، يا أمتي من يشعل القنديلا. من يجعل الدرب الصعيب ذلولا. يا أمتي من يشعل القنديلا، من يجعل الدرب الصعيب ذلولا. من يغرس الأقفار بعد فسائل، من يغرس الأقفار بعد فسائل، ويصوغ من ورد الرباء إكليلا. عصبة المختار جند محمد، كالغيث تزهر من رأى سهولا. هم عصبة المختار جند محمد، كالغيث تزهر من رأى سهولا. أكرم بهم من ثلة وأئمة، أكرم بهم من ثلة وأئمة، قد حاربوا بالحكمة تجهيلا. يا أمتي يا أمتي يا أمتي من يشعل القنديلا، يا أمتي من يشعل القنديلا. من يجعل الدرب الصعيب ذلولا. يا أمتي من يشعل القنديلا، من يجعل الدرب الصعيب ذلولا. من يغرس الأقفار بعد فسائل،
من يغرس الأقفار بعض فسائل ويصوغ من ورد الربا إكليلا ومشوا على درب الهدى بتواضع ما حرفوا أو بدلوا تبديلا ومشوا على درب الهدى بتواضع ما حرفوا أو بدلوا تبديلا يا رب فاحفظهم وسدد قولهم يا رب فاحفظهم وسدد قولهم وارزقهم حسن الثواب جزيلا يا أمتي يا أمتي يا أمتي من يشعل القنديلا يا أمتي من يشعل القنديلا من يجعل الدرب الصعب ذلولا يا أمتي من يشعل القنديلا من يجعل الدرب الصعب ذلولا من يغرس الأقفار بعض فسائل من يغرس الأقفار بعض فسائل ويصوغ من ورد الربا إكليلا ويصوغ من ورد الربا إكليلا. جزا الله خيرا الشيخ أبا طارق والإخوة الطلاب في مؤسسة أئمة الهدى، ونسأل الله أن يسخر هذه الأصوات في خدمة دينه وإعلاء كلمته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه، فنحمد الله على نعمة القرآن. والآن مع كلمة للأستاذ الدكتور خالد كنو مدير أوقاف مدينة أعزاز، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى فأبى بها نجم الكمال أفولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وأنعم علينا بجعلنا من أمة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الحفل الكريم، حياكم الله جميعا، حيث إننا نجتمع تحت قبة هذا المسجد لنحتفل بهؤلاء الشباب، بهؤلاء الأقمار. والشكر موصول للسادة الحضور ولجمعية أئمة الهدى على هذا الجمع الطيب المبارك. وحقيقة إنها سنة طيبة مباركة، فهي منهج الصحابة حينما كانوا يقرؤون 10 آيات من كتاب الله ولا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من أحكام، ثم إنهم بعد ذلك يطبقونها ثم ينتقلون إلى غيرها، كما ذكر ذلك غير واحد من الصحابة، ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمنهج الصحابة ليس فقط أن نحفظ كتاب الله عز وجل في صدورنا، بل نتعلم ما فيه من أحكام. فبارك الله عز وجل للإخوة في أئمة الهدى على هذه السنة المباركة. لا بد أن نجمع بين القرآن الكريم حفظا وتعلما وفهما وتطبيقا، وهذه السنة إن شاء الله تجري في على
جميع الجمعيات التي تقوم على تعليم كتاب الله عز وجل. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة الأكارم، إن لله عز وجل في هذه الدنيا سنن كثيرة لتنظيم أمور المجتمع وأمور الحياة. حتى تنظم شؤون الحياة لا بد أن تكون هذه القوانين سائرة على جميع الناس. ومن هذه القوانين أيها الإخوة قانون عظيم، أن الإنسان لا يحصد إلا ما زرع، ولا يجني إلا ثمار عمله. وقد تضافرت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما من كتاب الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن عمل خيرا فلنفسه فليحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك سيقال يوم القيامة لكل إنسان: هذا زرعك، هذا حصادك. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا لبئس ما فعلوا. فهنيئا لأهل القرآن، وهنيئا لكل من عمل في هذا المجال، لمن علم وقرأ، ولمن علم أحكام كتاب الله عز وجل. هنيئا لهم جميعا في زمن الغربة، حيث نجد أننا قليل أمام أولئك التائهون التافهون الذين يجتمعون بالرغم من حال الأمة المزري، حال الضعف الوهن، نجد أنهم يجتمعون على المشاهير وعلى المطربين التافهين، نجد المئات من الآلاف. أما نحن فإننا في خندق آخر، نفتخر بأهل القرآن وبأهل العلم وبأهل الفضل إن شاء الله، وإن كنا في زمن الغربة، ولكن هذا زرعنا، فنسأل الله العلي القدير أن نجني ثماره في هذه الدنيا، بأن نقود وأن نسود العالم بأكمله، ولن تسود هذه الأمة هذه الدنيا إلا بالرجوع إلى كتاب الله. نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على أن نكون خدما لأهل القرآن، أن نكون خدما لكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الأستاذ الدكتور خالد كنو على هذه الكلمة الطيبة، وجزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الأحبة، القرآن كما نعلم عذب البيان ميسر على اللسان، لا يمل من سماعه المؤمن ولا من قراءته المتقن. ونحن نطمع بمزيد من الاستماع له مرة أخرى في هذا الحفل من فم الأخ المتسابق الأول على المسار الثاني محمد قدور القاسم، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا
متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. جزا الله خيرا الأخ القارئ وطيب الله هذه الأنفاس، ونسأل الله أن يجعله من أهل القرآن العالمين العاملين. أيها الأحبة، روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. والآن نترككم مع كلمة للشيخ براء مصطفى علي مدير مؤسسة إتقان في الداخل السوري، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المزية العظيمة وعلى هذا الشرف الكبير بأن جعلنا خداما لكتابه. نحمده تعالى أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك لإكرام أنفسنا بإكرام أهل القرآن، هذه الثلة المختارة التي اختارها الله سبحانه وتعالى عن سائر البشر ليكونوا من أهله وخاصته، فهنيئا لنا ولهم هذا الاصطفاء الرباني. سائلين المولى يتقبل منا ومنهم هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه لي ذلك والقادر عليه. بداية باسم إدارة مؤسسة إتقان للتعليم والتنمية، أتوجه بجزيل الشكر لهذه المؤسسة المباركة، مؤسسة أئمة الهدى، على تنظيمها لهذه المسابقة والتي تعتبر الأول من نوعها. هذه المسابقة امتازت عن بقية المسابقات المعتادة بأنها حثت الطلاب على الاجتهاد على فهم وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله عز وجل خيرا على دعوتهم لنا للمشاركة في هذه المسابقة، حيث حرصنا على المشاركة الفاعلة فيها، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بتقديم نماذج طيبة في هذه المسابقة، فشاركنا بعدد مبارك من طلابنا الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى ضمن مشاريع المؤسسة، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن حسن مراتب
ودعينا لحضور هذا الحفل لكي تقر أعيننا بهذه الثمرات الطيبة المباركة، فجزاهم الله عز وجل عنا كل خير. وأثني بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل، ولكل من قدم وبذل وسعى في سبيل تقديم كل ما يلزم من أجل خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى على مستوى هذه المنطقة، وأخص بالذكر مديرية الأوقاف والإفتاء والشؤون الدينية مثلا بالشيخ الفاضل الدكتور خالد والفريق المبارك في المديرية، بالإضافة للأشياخ الأكارم الذين سخروا كل جهدهم وبذلوا الأوقات في سبيل خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله عز وجل عنا كل خير. وأختم بنصيحة لطلابنا الأكارم ولكل طلاب القرآن الكريم بأن يكون هدفهم دائما هدفا عظيما، وأن يكون سعيهم دائما لأن يمضوا في هذا الطريق العظيم حتى يصلوا لأعلى المراتب فيه. فما هم فيه الآن هو خير عظيم، ولكن طموحنا أكبر من هذا، ولا سيما بأن مراتب تناول وحفظ القرآن الكريم هي مراتب عدة، أدناها كما تعلمون هي الاستماع لكتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيها تلاوته عن الوجه الصحيح الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وثالثها حفظ القرآن الكريم، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نراه اليوم بأم أعيننا ولله الحمد والمنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما رابعها فمرتبة عظيمة جليلة رأيناها عيانا في هذه المسابقة، وهي تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الشيخ عمر منذ قليل واستشر بقوله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أما خامسها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المضي قدما في إتمامها وتطبيقها، وهي مرتبة العمل والاتباع، وأن نكون دائما وأبدا ممن يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن ننتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذه المراتب نسأله تعالى أن يعيننا في إتقان وفي سائر المؤسسات القرآنية أن نخلق طلابنا بها، وأن نسعى قدما في سبيل تحقيقها، إنه لذلك والقادر عليه. وفي هذا الكلام كفاية، لأن أشياخنا الذين تحدثوا آنفا أشاروا إشارات فيها من الخير الشيء الكثير، فنسأله تعالى أن يجمعنا وإياهم دائما على ما يرضيه، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا الشيخ وبارك به، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، ولعلكم تطمعون كما نطمع الاستماع إلى كلمة من الشيخ، من فضيلة الشيخ حسين درويش ممثل المجلس الإسلامي السوري، فليتفضل إن سمح مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأعطران على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يبشر هذه الأمة بمستقبل عظيم أن نرى أمثال هذه الأعمال الطيبة المباركة التي تنهض بالأمة إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أعلى مستوياتها، حتى تعود إلى دورها الريادي القائد بالمستقبل القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه عادة الله عز وجل في من يتعامل مع القرآن الكريم. القرآن الكريم صاحب لا يترك صاحبه، القرآن الكريم صاحب صادق لا يترك صاحبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإنه لكتاب عزيز. لا يرضى القرآن لك أيها الحبيب صاحب المعتني بالقرآن إلا أن تكون عزيزا. والقرآن الكريم
يوم القيامة سوف يتولاك ويشفع لك. يقول الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان كأنهما غيايتان أو غمامتان يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. القرآن الكريم إذا دخل إلى بيت أزال الظلمة منه. يقول أظن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تدخله الملائكة وتخرج منه الشياطين، ويكثر خيره ويقل شره ويتسع على أهله. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تدخله أكيد الشياطين، ما تدخله الشياطين وتخرج منه الملائكة، ويكثر شره ويقل خيره ويضيق على أهله. القرآن الكريم إذا اقترن مع ولدك وخاصة إذا كان مثقفا أمنت على بيتك وعلى نفسك، لأنه كثير من المثقفين البعيدين عن القرآن الكريم يكون متعاليا على أهله، وأهل القرآن يكونون بررة مع أهلهم. فإذا أراد الوالد عزا لا يفنى فليعتني بأولاده أن يقبل بهم إلى كتاب الله عز وجل. طبعا كما تكلم أستاذنا الفاضل حول الاهتمام بالقرآن الكريم، تحسين القراءة، حفظ كتاب الله عز وجل، الدعوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، التخصص. يعني قديما كان الناس يطمعون أن يحفظ الإنسان جزء عامة أو يحفظ ويكرمونه يحفظ ربع ياسين، بعدين صار فضل من الله عز وجل أمر اعتيادي أن يحفظ كتاب الله عز وجل. فصرنا نطمع أن يكون هؤلاء الكرام أئمة، كل واحد منهم يملأ العالم. يعني بدنا مفسر هيك يعني دسم مثل مفسر العصر الشيخ الشعراوي، هيك يعني إنسان إمام في القراءات بحيث العالم كله ينتفع به. يعني الفضل من الله عز وجل للشباب، يعني ما مشروع فقط أنه يحفظ كتاب الله عز وجل، مشروع أن يكون إماما. هكذا صرنا نطمع لما رأينا همة الشباب ورأينا همة من يقوم على الشباب. بارك الله فيكم وجبر خواطركم وأعزكم، وبارك الله عز وجل في كل هذه الأعمال. لقد سبق هذا الاجتماع أظن في هذا تكريم ماضي قديم، حينما الأوقاف عملوا مسابقة قراءة ختم كاملة في يوم، وهذا الاجتماع كذلك المميز حول فهم كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمالنا دائما مميزة مشرقة نفاعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجبر خواطركم وأعزكم. كان شيوخنا يقولون الحافظ لون من زمان حفاظ، ما هي الحافظ يجب عليه دفع الزكاة، وأقل الزكاة أن يقرئ 10، هذا أقلها، أقل أن يقرئ 10.
وإن شاء الله تعالى بتكونوا مثل سيدنا أبو الحسن الكردي. سيدنا أبو الحسن الكردي الله يرضى عنه قبل وفاة الشيخ محمد عوض أظن في 2005 قال بتعرفوا قديش طلاب سيدنا أبو الحسن الكردي؟ طلاب سيدنا أبو الحسن الكردي 240 ألف حافظ كان بال205. هلا قديش؟ أسأل الله كل واحد منكم أن يجبر خواطره كما جبر خواطر الشيوخ الكبار، وأن يبارك في كل إنسان ينهض لخدمة كتاب الله عز وجل بجاهه أو بعلمه أو بماله. أسأل الله أن يجبر خواطركم جميعا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حسين درويش، ونفعنا بما سمعنا وإياكم. والآن من الإرشاد إلى الإنشاد مرة أخرى، ومع أنشودة ضمن فعالية الأقصى مع الطالبين صلاح الدين وخالد الأحمد، فليتفضلا مشكورين. أقصانا أقصانا حط الكوفية عالراس وخنجر عالخاصر، والله يا أقصى عاقدنا العالم للناصر، شربنا الشهادة من بعد من النيل بمصر، كل بيت بشيخ الجراح لا إلنا قصر ولا إلنا قصر. أقصانا أقصانا يا فلسطين يا فلسطين، راح ترجع أيام صلاح الدين، بس لو تدرين النصر الجاي لك ناصر حطين، يهودي الناس القدس طغى والجبار، لما كلاب العالم فيكي وبأرضك عسكر، مو عارف أصحاب الأرض عمرها ما بتخسر، وبيقاوم سلاح الحجر والله أكبر والله أكبر. القدس لنا والأرض لنا والله بقوته معنا، اصمدي يا غزة العزة القاصف بيهون، راح ناخد بيتار الشهداء البطل بمليون، إلك علينا العهد احنا ما منخون، انت يا أرض السلام يا بلد الزيتون يا بلد الزيتون. أقصانا أقصانا أتعرفون من أنا شهيدة ابنة الشهداء، أنا من وقف في وجه الأعداء، أنا زهرة المدائن، أنا فلسطين أنا فلسطين. ما شاء الله، بارك الله بالشبلين وجعلهم الله قداما لدينه ولرفع رايته. ومن هذا المقام نسأل الله في هذه الساعة المباركة التي هي ساعة استجابة بإذن الله عز وجل، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن أهلنا في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم فرجا قريبا عاجلا غير آجل، ونسأل الله أن يشدد وطأته على اليهود، ونسأل الله أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، وصلنا معكم إلى فقرة التكريم، ومع الشيخ عثمان الدباس أبي عاصم، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وبياكم جميعا، وإلى الفقرة التي ينتظرها الجميع والتي من أجلها كان حضورنا الطيب هذا، فلا بد قبيل التي في تكريم المتسابقين من أن ننوه إلى أمر
هام جدا، وهو هؤلاء المتسابقون الذين ترونهم أمامكم هم من مناطق مختلفة من أرض سوريا الحبيبة، فيوجد من بينهم من حلب ومن إدلب ومن حمص ومن حماه ومن دمشق وريف دمشق وغيرها. هذا مما تميز به هذا الحفل البهي وزاده بهاء. وقبيل التكريم أرجو من الشيخ أبو النور أن يتقدم إلينا من أجل فقرة التكريم. أضف إلى ذلك الشيخ أبو أحمد ناجية. تفضل شيخ. الشيخ دكتور خالد تفضلوا. شيخنا الشيخ عبد العزيز. الشيخ حسين تفضلوا. لا بد أن نكرم من كان لهم دور في إنجاح هذه المسابقة. نبتدئ بالإخوة بشكر المنظمات التي يعني ساهمت في نجاح هذه المسابقة. نشكر أكاديمية تشارك على جهودها الملموسة في إنجاح وسير المسابقة ومساراتها، حيث أنهم أتاحوا لنا الوقت وأتاحوا لنا المكان وهيئوا لنا الأجواء المناسبة من أجل سير عملية الاختبارات، وذلك في مركزهم. فنقول لهم جزاكم الله عنا خير الجزاء. الأكاديمية تتمثل بالأخ أبو مصعب، فليتفضل باستلام درع، خصصنا لكم درعا إن شاء الله. تفضل شيخ أبو مصعب باستلامه. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا، وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. أيضا نشكر مؤسسة إتقان للتعليم والتنمية المتمثلة بالشيخ براء مصطفى علي على مشاركتها الفاعلة في تقديم نخبة من طلابها وتفوقهم في المسابقة القرآنية وظهور ثمارها الطيبة، فجزاهم الله خيرا وبارك في أعمالهم. تفضل شيخ براء. داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا، علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا، لله در امرئ أفنى شبيه. لابد أيضا أن نكرم اللجنة المشرفة على المسابقة، لجنة الاختبارات، ومن وضعوا الأسئلة ومن اختبروا الطلاب وكان لهم دور مهم في إنجاحها. طبعا رئيس اللجنة الشيخ المقرئ الجامع سامر الحمصي أبو حمزة هو غائب، ولكن ينوب عنه إن شاء الله الشيخ خالد باستلام شهادة وهدية. تفضل شيخ خالد. الله ينشره في ثوب مجتهد فقها وبرهانا، تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا، والعلم بالله نور جل حامله، وفاز بالسبق إيمانا وإحسانا. من أيضا الشيخ محمد علي درويش أبو هيثم إن شاء الله نأخذ له هديته إن شاء الله العافية. يأخذ أنا كمان درويش. طيب طيب بياخذها عنا الشيخ حسين. تفضل الشيخ. الله يبارك فيك. كعز أن يذكر الرحمن إنسانا، حتى الملائك صلت. لابد أيضا من تكريم الشيخ عبد الله ناجي أبو أحمد. والناس أثنت زرافات ووحدانا، والأرض حتى المحيط اللجب يذكره، واسأل بلجته الزرقاء حيتانا. وهل بدنيا الورى علم ومعرفة
كالعلم بالله. الشهادة للشيخ أبي عاصم، لذلك أوكلني بالتقديم. الله يتفضل مشكورا. جاء حامله والله يرفعه وحيا وقرآنا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا. الآن مع فقرة تكريم المتسابقين. نبدأ بالمسار الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. أحرز المركز الأول المتسابق أحمد سليمان الهرباوي بمعدل 96.68. ما شاء الله تبارك الله، فليتفضل استلام هديته. القرآن والتفسير والإعراب. طبعا هو الأول في القرآن والتفسير والإعراب. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم أحرز المركز الثاني المتسابق إبراهيم عبد الحنان باشا بمعدل 94.18. فليتفضل مشكورا. إتقانا علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى حصل على المركز الثالث الشيخ صبري محمد عبد القادر، هديته عند الشيخ أبو أحمد ناجية إن شاء الله. الآن إلى تكريم الأوائل في المسار الثاني، وهو حفظ 15 جزءا مع التفسير والإعراب. بداية ندعو الشيخ براء. تفضل شيخ براء. مع والد المتسابق، المتسابق الذي أحرز وحصل على المركز الأول الطالب محمد قدور القاسم بمعدل 90.80. فليتفضل، وهو من مؤسسة إتقان. بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا. والعلم بالله نور جل حامله وفاز بالسبق. حصل على المركز الثاني الله يكرمك يا سيدي. في المسار الثاني الطالب محمد نور بكار بنتيجة 90.16. فليتفضل. صلى عليه صلاة تبلغ الشانا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا. حتى الملائك صلى. المركز الثالث في المسار الثاني الطالب طلال زكي زمة، غاب لم يحضر اليوم معنا. إن شاء الله هديته عند الشيخ أبو أحمد. نتابع المركز الرابع في المسار الأول كامل القرآن الكريم، الطالب نضال محمد وليد شرقطلي. فليتفضل. الزرقاء حيتانا. وهل بدنيا الورى علم ومعرفة كالعلم بالله رب العرش مولانا. العلم يحفظ في الهيجاء حامله. الطالب في المركز الخامس إبراهيم حسان لطوف. وقرآنا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا. المركز السادس الطالب خالد حامد الخلف، وهو غائب اليوم. إن شاء الله تصله هديته.
المركز السابع الطالب محمد عارف محمود غجار. الثامن في المسار الأول محمد أمير ماهر دادا. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي الحجي بارزا أصوله فحباه الله رضوانا. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم الشريعة باب. المركز العاشر في المسار الأول طالب علي جميلي. الخير والنفع تعليما وإتقانا. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا. نكمل مع المسار الثاني. المركز الرابع الطالب فاضل النايف نايف. شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا حتى إذا ما استوت في العلم قامته وصاغ من دره الياقوت. المركز الخامس الطالبين نعيم برغوث وعبد الرحمن المسدي. تفضل يا نعيم. في ثوب مجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر. المركز السادس الطالب أحمد قدور قاسم. وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله وفاز بالسبق إيمانا وإحسانا من مثله في. المركز السابع الطالب إبراهيم محمد المسلو. صلى عليه صلاة تبلغ الشانا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر. المركز الثامن الطالب عبد الرحمن عبد النجار. الملائك صلت والسماء ذكرات والناس أثنت زرافات ووحدانا والأرض حتى المحيط اللجب يذكره واسأل بلجته الزرقاء حيتانا وهل بدنيا الورى. المركز التاسع الطالب أحمد عمر قرندل. كالعلم بالله رب العرش مولانا العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرآنا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا. العاشر في المسار الثاني الطالب أسامة غزوان نينال. ولعل الطالب أسامة استلم عنه. تفضلوا شيخ.